دليلك، أنا أسأل في زمان الرسول هل اليمن دولة ولا جهة في زمان الرسول؟ لا، أنت كنت تسأل قبل هالكلام، ما قلت زمن الرسول. حتى لو كانت في أي زمن حلو، ما الرسول عليك هي ما واحدة عليك، سياسة. من رسول الله وقبل الرسول تماما، ما عليك. يعني لا طيب. أتكلم عن تقسيم سايس بيكو عام 1916، لا أتكلم يعني من زمن الرسول والزمن القديم. هل اليمن دولة ولا جهة؟ أي نعم. لا، هي دولة. دليلك. دليل لأنها سياسة مستقلة ذات سيادة، فيها حكومة وشعب وأرض. ابن الحلال، دليلك على أن لم تكن جهة يعني. لا، أنا كلمتك كدولة، كلمتك كدولة. أما إذا طيب، كان دليلك كجهة. ما دام انك دولة، ما تقول في المقولة الذي تقول ان اليمن كل ما كان يمين الكعبة يسمى بيمن؟ أوكي، هذا شيء ثاني. أما كيف هي شيء ثاني؟ دولة، لكن كجهة ممكن. يا ابن هي الحلال، هي دولة خطوة، وجهة. شوف، هي دائما مثل ما يقولون يا احمر يا اسود، او يا احمر يا ابيض. اليمن دولة ولا جهة؟ اما كذا وكذا ما تجي، يا دولة يا جهة. إذا قلنا إن اليمن دولة. جهة معناته إن اليمن جهة، وكل ما كان يمين الكعبة الطائف من اليمن وما شابه ذلك كله من اليمن. وإذا قلنا إن اليمن دولة معناته إن اليمن دولة مستقلة لها حدودها الخاصة، كان حتى في زمن الرسول. يعني أخطأت لما قلت دولة أنا ولا كيف؟ حبيبي الغالي، أفهمنا. إذا قلنا دولة، فالدولة لها كيانها، لها إطارها، لها حدودها الخاص. وإذا قلنا جهة، فهي ممتدة طويلة من المكان الفلاني الذي نعتبره كجهة كبداية إلى ما لا نهاية، تعتبر جهة. فهل اليمن جهة تبتدي من الركن اليماني حتى آخر الجزيرة العربية، أم إن اليمن دولة لها حدودها الخاصة بها؟ لا، اليمن دولة لها حدودها. أعطينا الدلائل. الدليل أنها دولة سياسية، لها سياستها الخاصة طيب، ولها أعطينا دليل. حكومتها يا ابن وشعب. الحلال يا أخي، وشعب يحكم أعطينا دليل. مستقلا. ركز عليه، أعطينا دليل بقول الله أو قول الرسول على إن اليمن دولة ولم تكن جهة. يا أخي، لما تكون دولة في الوقت الحاضر هي تكون دولة سياسية. أما زمن أول أنا ما أعرف عنه صراحة إذا كانت دولة. أنا أعرف أن اليمن على حسب ما فهمت أن دولة صغيرة، اسم منطقة صغيرة اسمها اليمن. طيب، شكرا لك منطقة يا صغيرة ذات اليمن. شكرا لك يا العبد اللي تشرفنا فيك، الله يحفظك يا رب. حياك الله. الله